جيبي 3 ديال الحبات البطاطا واجي نحضروا واحد الوصفه سهله سريعه واقتصاديه جدا. خليكم مع طريقه التحضير وفرجه ممتعه ولايك للفيديو. كناخذوا 3 الحبات ديال البطاطا وغادي نغسلوهم 3 يكونوا كبارين، نغسلوهم نقيوهم نحيدوا لهم القشره نتاعهم، ثم غادي نقطعوهم بشكل طولي يكون غليظ شويه. من بعد كتقطعوهم بحال الشكل ديال الفريت، ولكن تكون الحبات شويه غلاظ، ما يكونوش رقاقين بحال الفريت اللي كتقلى. فكنحاولوا نقطعوهم بهذا الشكل هذا، لشكل هو مائل. اذا كانت البطاطا ديال الحبه كبيره فحاولوا انكم تقطعوها مائله باش ما يجيكمش الحبات طوالين بزاف، كيجيو هما هذوك في التقطاع وكيجيو مقادين. وصافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي ونرجع معكم. من بعد ما قطعت البطاطا بهذاك الشكل كنخليها جانبا، وكناخذ زلافه وغادي نوضعوا فيها ملعقه صغيره من البابريكا، ملعقه صغيره من الملح، شويه ديال الابزار غير شويه لان غادي نضيف صلصه حاره، وكذلك شويه ديال الزيت، واحد ربع كاس نتاع الزيت وصلصه حاره ملعقه صغيره. وغادي نخلط مزيان المكونات وشويه ديال الابزار ما تكثروش منه. غادي نخلط مزيان في الزلافه ديك المكونات، وكناخذوا البطاطا نتاعنا غادي نوضعوها في صفيحه الفرن اللي لابد انكم توضعوا فيها ورق الزبده. وصافي هنايا غادي نوضع فيها البطاطا، ثم غادي ناخذوا ديك الصلصه اللي حضرنا، التتبيله اللي حضرنا، وغادي نوضعوها من فوق منها، وكنحاولوا اننا نتبلوها مزيان بديك الصلصه، وكندخلها على 200 درجه من التحت ومن الفوق ربع ساعه. كنحسبوا ربع ساعه الاولى وكنخرجوها وكنقلبوها بالملعقه باش هكا طيب لينا من الجهه الثانيه، كنردها ربع ساعه اخرى اي نص ساعه تحسبوا ليها. ومن بعد ما كنخرجها كنوضعها مباشره في الطبسيل نتاع الكغاتان وكنصفوها مزيان. ثم كتاخذوا الطون وكتحاولوا انكم خديت فقط علبه، حاولت انني نفرستها من الفوق باش كتضيف لي واحد النسمه زوينه. بغيتو تضيفوا كذلك الكفته مشحره كذلك كتضيفوها، بغيتو تضيفوا الكاشير كتضيفوه اللي متوفر عندكم في المنزل. صافي كان عندي الطون انا استعملته، سهله وسريعه كذلك. وصافي هنايا دخلته للفران الطبسيل نتاع الكغاتان، استفت داكشي ووضعته في الفران مع شويه ديال الجبن من الفوق. داب ليا الجبن وخرجتها من الفران، وكان هذا هو الشكل النهائي نتاعها. صافي فقط انه يذوب لكم الجبن نتاعكم وكتخرجوها وكتقدموها مباشره مع حدا سخونه. وكذلك البطاطا راه كطيب وكتاخذ حقها في الطياب، كتجي زوينه. وصافي بهذه الطريقه هذه كان هذا هو الشكل النهائي نتاع الاكله نتاعنا او الوجبه نتاعنا، كتجي سهله وسريعه واقتصاديه وبلا تعب. الا عجبكم الفيديو ما تنسوناش من واحد لايك للفيديو، تبارطاجي لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.